السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتعرض المسلمون في جمهورية إفريقيا الوسطى لحرب إبادة عرقية منظمة منذ شهر ديسمبر الماضي وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، حتى أن مدير الطوارئ في منظمة هيومان رايتس ووتش بيتر بوكارت أعلن أنها مسألة أيام فقط وسيغادر جميع المسلمين إفريقيا الوسطى فرارا من العنف، مضيفا أنه توجد أحياء كاملة ذهب سكانها من المسلمين بالكامل ويتم هدم منازلهم بصورة ممنهجة، حيث يتم نزع الأبواب والنوافذ والأسقف وتوجد أدلة على محو وجودهم بالكامل. ويتهم مسلمو إفريقيا الوسطى القوات الفرنسية بأنها تشارك الميليشيات المسيحية المسمى أنتي بلاكا بملاحقة المسلمين وقتلهم. وفي حلقة اليوم نحاول فهم أوضاع أكثر من مليون مسلم يمثلون 20% أو أكثر من سكان إفريقيا الوسطى يتعرضون لحرب إبادة منظمة مع الأستاذ محمد سعيد إسماعيل، أحد قادة ووجهاء المسلمين في إفريقيا الوسطى والمستشار السابق لرئيس الجمهورية. ولد في يناير عام 63 في مدينة باورو في إفريقيا الوسطى. حصل على ليسانس الصحافة والإعلام من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف في مصر. عمل بعد تخرجه مستشارا في سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى في القاهرة، ثم انتقل إلى بانجي عاصمة إفريقيا الوسطى مستشارا لوزير الخارجية لشؤون العالم الإسلامي، ثم مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون العالم الإسلامي. تمكن قبل أيام من الخروج من العاصمة بانجي بعدما كان محاصرا لعدة أسابيع مع آلاف المسلمين هناك. لمشاهدينا الراغبين في المشاركة يمكنهم إرسال تساؤلاتهم عبر تويتر @منصور أو عبر فيسبوك/أحمد منصور EGA، وأؤكد أن هذه هي حسابات رسمية فقط. أما الحسابات التي تنشئها وحدات التضليل الإعلامي في المخابرات المصرية والجهات الأمنية باسمي، ثم تضع عليها مقالات تحرض على القتل والعنف، ثم توحي لأراجوزات الفضائيات المصرية بالهجوم المنظم علي في برامجهم طوال الفترة الماضية، فهي حسابات ومقالات مفبركة لا علاقة لي بها. أستاذ محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حينما اتصلت بك قبل أسابيع كنت تحت الحصار في بنجي، وأخبرتني أنك لا تعرف هل ستتمكن من الخروج من هذا الحصار أم لا، وأخيرا تمكنت من الخروج، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هل يمكن أن تصف لنا في ظل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حقيقة ما يجري للمسلمين في بانجي تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين قواما، ومحمدا صلى الله عليه وسلم للمرسلين خاتما وإماما، ومن كرم الله على المسلمين أن جعلهم بنعمته إخوانا. التقارير التي تشير إلى ما يحدث ليس فقط في بانجي إنما في جمهورية أفريقيا الوسطى بصفة عامة هي التقارير صحيحة، ولكن عادة عندما تقوم هذه المنظمات، منظمة العفو، منظمة حقوق الإنسان أو ما إلى ذلك، بنشر تقارير لما يحدث، عادة يكون قد فات الأوان. يكون قد فات الأوان، فهي تعمل تقارير لما حدث. نعم، لكن ما هي الصورة التي أنت عايشتها هناك؟ الصورة باختصار، مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بتدخل القوات الإفريقية مدعومة بالقوات الفرنسية. بمجرد أن دخلت القوات الفرنسية جمهورية أفريقيا الوسطى، القرار ينص على ما هو آتي: أولا، تأمين المواطنين والممتلكات ونزع خلاف المتنازعين أي السيليكا والأنتبلكة. ما حدث في أرض الواقع أن القوات الفرنسية قامت بنزع وعسكرة السيليكا، وكل مسلم يحمل أي شيء يدافع به تنزعه منه وتتركه فريسة للأنتبلكة. هذا ما تم فعلا. هل يمكن أن تعرف الناس ما هي السيليكا وما هي الأنتبلكة؟
السيليكا باللغة الوطنية السانجو يعني التحالف، مم. فهي قوات لمتمردين وصلوا إلى السلطة، وهو تحالف مكون من 3 أحزاب أو من 3 حركات، 4 حركات، 3 منها لقادة مسلمين والرابع لقائد مسيحي. مم. بمعنى آخر يعني السيليكا ليست كلها مسلمين ولكن فيها مسيحيين لا، أيضا، 70% منها مسلمين، و30% من 30% المسيحيين. منها مسيحيين. يعني ما يروج في الإعلام الغربي عن أن السيليكا كلها مسلمون غير صحيح. غير صحيح. حتى الحكومة التي كان يرأسها دوتوجيا، ميشيل دوتوجيا، ليست حكومة كلها من المسلمين، مم. بل معظم الوزراء من المسيحيين. رغم أنه كانت توصف بأنها حكومة مسلمة وأنه رئيس مسلم وأول رئيس مسلم لإفريقيا الوسطى. هو فعلا هو أول رئيس مسلم لأفريقيا الوسطى بعد 7 رؤساء مسيحيين منذ الاستقلال عن منذ فرنسا في الاستقلال العام عام 60. 60. مم. وصل إلى السلطة في أفريقيا الوسطى 7 رؤساء مسيحيين، هو الثامن مم. مسلم. اعترضوا عليه فقط عشان مسلم؟ لأنه مسلم. لأن رغم أن اسمه مسيحي لا يعتقد أحد أن ميشيل جوتودي مسلم. في السابق كان يمارس على المسلمين أن من يحمل اسما مسلما لا يدخل المدرسة ولا يصبح موظفا في الدولة. لذلك تحايل أبو ميشيل دوتوجيا وغير اسمه، اسم ميشيل دوتوجيا الأصلي محمد ضحية أي مسلم، مم. غيروا اسمه من محمد ضحية إلى ميشيل دوتوجيا لكي يقبلوا في المدرسة، وهو كان قنصل سابق لجمهورية أفريقيا الوسطى بالسودان. مم. يعني الآن السيليكا ليست ميليشيات أو تجمعات عسكرية مسلمة فقط، ولكن 70% من المسلمين و30% من المسيحيين، وهي التي قامت بانقلاب في شهر مارس 2013 على النظام الموجود، وأصبح ميشيل جوتودي أول رئيس مسلم لإفريقيا الوسطى. هذا صحيح. استمر هذا. ما الذي جعل الآن الانقلاب يحدث على ميشيل جوتودي وعلى نظام الحكم الذي كان قائما، رغم أن المسيحيين كانوا أغلبية فيه، باتهام أن المسلمين هم الذين يحكمون إفريقيا الوسطى؟ الذي حدث أن لا ننكر أن هناك بعض التجاوزات، ولكن ذلك في ممكن السلطة. تكلمني بالمصري؟ أنت بتتكلم مصري كويس عشان عشت في مصر، مم. عشان ما ترهقش نفسك قوي في اللغة العربية. اتكلم، خد راحتك حتى يعني تكون قريب من الناس ويفهموا ما عندك. اتفضل. يعني بعض المؤامرات، مؤامرة كبرى تمت من قبل وسائل إعلامية ضخمة نظمت من أجل النيل من السيليكا وإزاحتها من السلطة. بدأت بأن هذه السيليكا تنهب وتقتل وتعمل وتمارس أعمال عنف، فحرض المغرور بهم اللي هم المجموعة اللصوص وقطاع الطرق. عصابة الأنتبلكة هي عبارة عن لصوص وقطاع طرق. ايه انتبلكة؟ ايه معنى انتبلكة؟ أنتبلكة هي إصابة ضد السواطير. عشان هم دايما بيظهروا يحملون السواطير، مم. ذلك يسمى أنتبلكة. كلهم مسيحيون؟ كلهم مسيحيون. طيب، وهم أيضا ضد مسيحيين موجودين معكم في تحالف في السيليكا؟ هو ما حدث الآن هم بعد أن أخلوا المناطق التي كان يسكن فيها المسلمين ولا يوجد مسلم في الأحياء التي يمارسون فيها هذا العنف، بدأوا يمارسون هذا العنف على المسيحيين أنفسهم. انقلب السحر على الساحر. الآن كل المسيحيون يئنون من الأنتبلكة، لأن الأنتبلكة في الأصل هم عبارة عن لصوص وقطاع طرق. يعني ليست ميليشيات مسلحة مسيسة، وليست منظمة ولا رئيس لها ولا وحدة لها. كيف استطاعت أن تقضي على نظام حكم موجود؟ هي لم تقضي على نظام الحكم، هذه هي المغالطة. هي لم تشتبك مع السيليكا إطلاقا، لأنها أهون من أن تشتبك مع السيليكا. هي لم تشتبك. الفرنسيين هم من حاصروا السيليكا ونحوا السيليكا، وبضغط دولي على الرئيس أجبر على الاستقالة، ولكن هي لم تقاتل مع السيليكا أساسا. يعني الآن الفرنسيين أس البلوى في إفريقيا الوسطى، هم من هندس وصنع الفتنة في أفريقيا الوسطى. كيف صنعت هذه الفتنة وما طبيعة الدور الفرنسي فيها؟ هو أولا هذا ليس ادعاء.
حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان تتهم فرنسا علنا بأنها هي من يتسبب في قتل المسلمين. الأمم المتحدة تتهم فرنسا وأنها هي من يتسبب في قتل المسلمين. لوموند الفرنسية في تقرير لها أيضا اتهمت فرنسا بالتواطؤ مع القتل. بالضبط. لكن فرنسا ترفض هذه الاتهامات وتقول أنها تقوم بدورها في حفظ الأمن في إفريقيا الوسطى. حفظ الأمن في أفريقيا الوسطى عندما تجرد شخص من سلاحه وتتركه فريسة لأناس يقطعونه بالسواطير ويحرقون جثته، هل هذا هو دور؟ هل جاءوا لنزع السلاح من المسلمين فقط أم نزع السلاح من المسلمين والميليشيات الأخرى أيضا؟ إفريقيا الوسطى كانت مستعمرة فرنسية، كانت مستعمرة فرنسية مثلها مثل 28 دولة إفريقية أخرى، حوالي نصف الدول الإفريقية كانت مستعمرات فرنسية. صحيح. ولاحظنا أن فرنسا تدخلت في إفريقيا في العام 2013 عدة مرات. تدخلت في مالي، تدخلت في كوت ديفوار أيضا وضد الرئيس الذي كان موجود وانتخبه الناس. ما هي مصلحة أو مصالح فرنسا في إفريقيا الوسطى؟ مصالح فرنسا في أفريقيا الوسطى، فرنسا أولا من أكبر الدول المنتجة أو المصدرة لليورانيوم، وهي لا تملك يورانيوم، تستورد هذا اليورانيوم تستخرجه من أفريقيا، من الدول الإفريقية من الدول الأفريقية. يعني مثلا في فرنسا 3 لمبات إنارة كهرباء، واحدة منهم لابد أن يكون من اليورانيوم النيجيري من النيجر. أفريقيا الوسطى لديها مخزون استراتيجي من اليورانيوم. هذا اليورانيوم أفريقيا الوسطى تعاقدت فيه مع شركة نسيت اسم الشركة، هي شركة فرنسية. شركة فرنسية، افتكروا إن شاء الله. شركة فرنسية. الشركة الفرنسية بعد استخراج اليورانيوم قالت أن سوق اليورانيوم أو البورصة العالمية لليورانيوم في العالم انخفضت، ولذلك هي ستجمد أعمالها وستنتج هذا اليورانيوم في عام 1932 2032. يعني تريد أن تغلق مناجم اليورانيوم في إفريقيا الوسطى إلى 2032 لاستخراجها في عام 2032 للحفاظ على الأسعار ولأنها تتحكم في السوق الدولي. طبعا هذا لا يتناسب مع دولة كلنا نرضح تحت خط الفقر، ليس لنا كلنا نرضح تحت خط الفقر. فما جعل أن حكومة أفريقيا الوسطى تحاول إيجاد عميل آخر تتعامل معه لاستخراج هذا اليورانيوم. نعم. هذا بالتقاليد والأسلوب الفرنسي هذا يتنافى، لأن أفريقيا الوسطى من الدول التي هي تحت هيمنة دولة فرنسا، مما جعلها تختلف مع الرئيس قبل السابق اللي هو فرانسوا بوزيزي، اللي انتوا قطعتوا بيه في شهر مارس. فرانسوا بوزيزي، وتسهل وتمهد الطريق بطريقة غير مباشرة للسليكة للحصول إلى السلطة. يعني الآن الخلاف الفرنسي مع إفريقيا الوسطى بدأ مع بوزيزي. مع بوزيزي في موضوع البترول واليورانيوم. أنتوا عندكم بترول ويورانيوم وذهب وألماس. يعني هذه أشياء موجودة في إفريقيا الوسطى بشكل كبير جدا ومناجم كبيرة، وإفريقيا تنهب هذه الثروة. مظبوط. بدون مقابل أو بمقابل بسيط؟ لا، بمقابل بسيط حسب الاتفاق مع الحكومة الموجودة في السلطة، لا نقول بدون. فحينما اعترض بوزيزي شجعت السيليكا أن تنقلب على بوزيزي. مظبوط، بطريقة غير مباشرة في شهر مارس 2013. وبعد ذلك كيف الآن هي انقلبت على السيليكا؟ الشركة التي تنتج اليورانيوم في أفريقيا الوسطى اسمها أريفا، شركة فرنسية اسمها أريفا. هي بعد الإطاحة بالرئيس بوزيزي شجعت السيليكا بطريقة غير مباشرة للوصول إلى السلطة. عندما وصلت السيليكا إلى السلطة كان أصلا استخدام السيليكا كورقة ضغط مؤقت للإطاحة بالرئيس بوزيزي. انتهى دور السيليكا، لابد من التخلص من السيليكا، وهذا ما تم من قبل الفرنسيين. من قبل الفرنسيين. يعني هي تتلاعب فرنسا بالحكومات من أجل مصالحها. طبعا.
هذا صحيح. وفرنسا ليست دولة دينية، يعني فرنسا في قانونها أو في دستورها دولة علمانية، بمعنى أنها عندما تأتي وتساعد المسيحيين ضد المسلمين ليس ذلك لأنها مؤمنة بالمسيحية أو ما إلى ذلك، ما ولكن تنساش الحروب الصليبية كلها خرجت من فرنسا أو معظمها يعني. بس كل ده من أجل المصلحة، كل ذلك من أجل المصلحة. يعني طيب. في الكوت ديفوار فرنسا ساعدت رئيس مسلم للوصول إلى السلطة. لا لا، هذا رئيس مسلم متزوج من فرنسية يهودية كانت صديقة لعائلة اسمه صحيح، ساركوزي. ولكن الموضوع ليس موضوعا دينيا، إنما هي تستخدم الدين كذريعة. ولكن نحن وبعدين انتوا معظم الرؤساء دول هو بيقول انا مسلم او اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقة يمارس الاسلام يعني؟ لكن نحن كشعب، كمواطنين، هدمت مساجدنا. يعني الآن في أفريقيا الوسطى انا اقول لك، انا عايزك تقول لي الان ماذا حدث لكم على ايدي الميليشيات؟ كم مسجد هدم في افريقيا الوسطى؟ أكثر من 350 مسجدا دمر. هدم، مزق القرآن الكريم ودوس بالأقدام، قتل الأطفال، الشيوخ، النساء، ذبحوا، قطعوا بالسواطير، حرقوا بالنار. القوات الفرنسية تأتي وتنزع السلاح، ثم تأتي في خلفها قوات ضد السواطير. هذه هي الفتنة الكبيرة التي تمت، أو المؤامرة الكبيرة التي تمت في أفريقيا الوسطى. يعني القوات الفرنسية تأتي تنزع سلاح المسلمين، ثم تأتي أنت بلك العصابات التي تأتي خلفها مباشرة وترتكب المجازر؟ ممنهجة. يعني القوات الفرنسية تمهد للمجازر؟ تمهد، بل أكثر من ذلك. الأنتبالك يأتوا ويشيرون إلى بيت مسلم يعتقدون بأن بداخله سلاح، ثم تدخل فرنسا وتجرد تفتش هذا البيت وتخليه من الأسلحة، ثم تهاجم عليه الأنتبالكة لكي تقتل من في البيت وتهدم البيت. هل معنى ذلك أن الاحتلال الفرنسي لإفريقيا الوسطى لازال قائما؟ بهذه الطريقة التي نراها الآن ما زال قائما وبشدة. الفرنسيين جاءوا إلى أفريقيا الوسطى وغيروا الحكومات بها من أجل الذهب واليورانيوم والنفط والألماس. الذهب والألماس، هذه الذهب والألماس منتجات هم لا يطمعون فيها كثيرا، ولكن هم يتحدثون عن منتجات استراتيجية كاليورانيوم والبترول. هذه منتجات استراتيجية لا تباع في السوق، إنما الذهب والألماس يباع في السوق، وهو من قبيل التجارة العادية. إنما اليورانيوم والبترول فهذه منتجات استراتيجية لا تستطيع فرنسا أن تسمح بأي حال من الأحوال لدولة أخرى أن تهيمن أو تمتلك هذه المنتجات. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قام بزيارتين إلى إفريقيا الوسطى، واحدة في شهر ديسمبر والأخرى في نهاية شهر فبراير، وحذر خلال زيارته الثانية من تقسيم إفريقيا الوسطى. هل هذا يعني أن تقسيم إفريقيا الوسطى بين المسلمين وبين المسيحيين وارد في الفترة القادمة؟ هو هناك مجموعة كبيرة من المسلمين اجتمعوا وخرجوا بما هو مفاده الآتي: أننا نحاول أن نوقف إراقة هذا الدماء. أما إذا فشلنا فلا يوجد أمامنا سبيل سوى الانفصال، أي ستكون هناك جمهورية أفريقيا الوسطى شمال أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوسطى الشمالية وجمهورية أفريقيا الوسطى الجنوبية. نسبة المسلمين متركزة الآن الذين في هاجروا الشمال، في الشمال والشرق، وهي المناطق الغنية باليورانيوم وبالنفط. خلاص خدوا انتوا اليورانيوم والنفط وسيبوهم هم هناك. ما هذا يحتاج إلى إجراءات طويلة، ليس الأمر بالسهل. طيب حتى يعرف المشاهدون موقع إفريقيا الوسطى والحدودها ويتصور ماذا يحدث. الآن احنا عندنا خريطة أرجو بدء البث فيها. إفريقيا الوسطى تحدها تشاد من الشمال، السودان من الشمال الشرقي، وجنوب السودان من الشرق، جمهورية الكونغو الديمقراطية. أين الخرائط يا شباب؟
افريقيا الوسطى تحدها تشاد من الشمال، السودان من الشرق، جنوب السودان من الشرق، جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو من الجنوب، والكاميرون من الغرب. عندكم حدود مع السودان ومع تشاد، وهي دول إسلامية. صحيح. ومعظم الذين هاجروا إلى جهة السودان وجهة تشاد تشاد والكاميرون. مم. عندكم تقريبا ما يقرب حسب تقارير الأمم المتحدة 900 ألف، حوالي مليون تقريبا هاجروا. مم. وهذا يؤكد أيضا أن عدد مسلمي إفريقيا الوسطى أكثر من نسبة ال 15% اللي بتظهر في التقارير الرسمية. صحيح. كم نسبتكم وعددكم الحقيقي؟ هو حقيقة كل ما يقال في أفريقيا الوسطى هراء، لأنه لم يجرى في أفريقيا الوسطى عملية إحصائية حقيقية منذ 20 عاما، فهم يحكمون على أننا 15% على أي أساس؟ على أي أساس؟ إذا كانوا هم يقولون أن سكان جمهورية أفريقيا الوسطى 4 مليون ونص، والآن جمهورية تشاد المجاورة تستضيف أكثر من مليون، فكيف ذلك؟ معنى ذلك أن كل الإحصائيات التي يتكلمون عنها غير صحيحة. الأمم المتحدة تقول هناك ما يقرب من مليون نازح لا يجدون ماء الشرب في إفريقيا الوسطى. مليون نازح اللي هم معظمهم راحوا لمناطق تشاد وكده. وأنا فوجئت أن مسلمي إفريقيا الوسطى يعني تجار، يعني عندهم مال، يعني ليسوا فقراء ولا متسولين. صحيح. يعني يعتبر وضعهم هو الأفضل بالنسبة لباقي السكان. هذا صحيح؟ صحيح. التجارة 99% تعتمد على المسلمين في إفريقيا الوسطى. في إفريقيا الوسطى، والسبب في ذلك أن الجيل السابق لم يحظى بتعليم كافي، فترك العمل في الحكومة الفرنسيين والإدارة. كانوا بيرفضوا تعليم المسلمين. مظبوط. فترك العمل في وحتى هم لديهم، حتى المسلمين لديهم عزوف من التعليم الفرنسي. فتركوا العمل في الإدارات للمسيحيين، وهم انشغلوا بالتجارة. فلذلك تجد 99% من المسلمين هم من يقودون العملية الاقتصادية في أفريقيا الوسطى. والآن ايه انواع التجارة التي يعمل فيها المسلمون في افريقيا الوسطى؟ اولا تربية المواشي. افريقيا الوسطى لديها اكثر من 6 مليون رأس بقر. ما شاء الله. كله للمسلمين. كل ما يستورد من بضائع ويباع في الاسواق تجار مسلمين. هل ده السبب الآن ان ما نقلته وسائل الإعلام ان الأسواق حرقت لأن هي يملكها المسلمين، الحوانيت بل أكثر من ذلك، كما قلت في أول الحديث أن أنتبالك مكونين من لصوص وقطاع طرق وناس لا يعملون. فعندما دخلوا هذا التجمع أصبح شغلهم الشاغل وتفكيرهم وتخطيطهم كيف يستولوا على ممتلكات المسلمين. الآن في العاصمة بانجي المسلمون أصبح لديهم حي واحد فقط يتمركزون فيه، وهذا الحي هو المركز التجاري في أفريقيا الوسطى. تأتيهم الهجمات كل يوم، يهاجمون عليهم للاستيلاء على هذا الحي. أنا عندي تقرير يقول إن اللي موجودين في هذا الحي حوالي 15,000 وتقريبا محاصرين ويتعرضون للهجمات الدائمة. هل ما بقي فقط 15,000؟ لا، أكثر من 15,000. أكثر من 15,000. إنما أنت كنت تحت الحصار لما أنا اتصلت كنت في نفس الحي. أنت كنت في نفس الحي. كنت في نفس الحي. حتى أنت وأنا أكلمك يعني كنا نسمع طلقات الرصاص. أيوة صحيح. لأن الهجوم متكرر. الهجوم متكرر ويمكن أن يهاجموا في أي وقت. يعني من يومين هاجموا على نفس الحي، قتلوا من المسلمين والمسلمين قتلوا منهم. طيب أيضا حتى يتعايش المشاهدون معنا، لدينا خريطة فيها بعض المعلومات أيضا. مساحة جمهورية إفريقيا الوسطى 620,000 كيلومتر مربع. عدد السكان أكثر من 5 ملايين، منهم حوالي مليون مسلم حسب التقارير. 33% من قبيلة بايا، 27% قبيلة بندا، 13% قبيلة منديجة، 10% قبيلة سارة، 7% قبيلة مابوم، 5% قبائل أخرى، 25% مسيحيون بروتستانت، 25% روم كاثوليك، 35% معتقدات محلية،
و15% من المسلمين حسب الإحصاءات الرسمية، لكن ضيفنا بيقول أن هذه الإحصاءات مضى عليها 20 عاما ولم يتم تجديدها، وأن نسبة المسلمين أكبر من ذلك. وكما قال فإن المسلمون يديرون 99% من التجارة في إفريقيا الوسطى، لديهم 6 ملايين رأس ماشية هم الذين يديرون هذه التجارة. أنت بالك عبارة عن عصابات هي التي قامت وهاجمت وقتلت المسلمين واستولت على أحيائهم وعلى تجارتهم. عندي هنا سؤال من كوزين محمد بيقول إن وسائل الإعلام الغربية تقول إن المسلمين هم الذين بدأوا العنف في إفريقيا الوسطى. كيف بدأنا الأمة؟ قصة من أين جاءت السيليكا؟ الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي عندما أراد أن يصل إلى السلطة استخدم معه بعض الجنود المسلمين لأنهم كانوا يتعرضون إلى ضغوط في فترة الرئيس السابق أنج فيليكس باتاسي. فالرئيس السابق بوزيزي عندما أراد أن يصل إلى السلطة أخذ معه بعض الجنود المسلمين وسموهم الليبراتير أي المحررون. وعندما وصلوا إلى السلطة بدأ التخلص من هؤلاء، وهو اتفق معهم إذا وصلوا السلطة على مبلغ معين كمكافأة لكل واحد منهم. عندما وصل إلى السلطة تنصل عن هذا الاتفاق وبدأ الخلاف بينه وبين هؤلاء. هذا ما سبب البذرة الأولى لتكوين ما سمي بعد ذلك السيليكا. ما سمي بعد ذلك السيليكا. هو يقول المسلمون هم من بدأ. لا، وسائل الإعلام الغربية التي تقول. وسائل الإعلام الغربية هذه تقول ما تريد قوله. البعض يحمل أيضا الرئيس ميشيل جوتيتي المسؤولية في أنه استقال وترك البلاد ولو بقي لكانت الأمور أفضل من ذلك. ما رأيك في هذا؟ هذا صحيح. هذا صحيح، لأن استقالته وترك المركب في عرض البحر جعلنا كمسلمين نتكبد خسائر. لو كان يعلم أن ذلك يتسبب في ذلك لما فعل. لكن هو فعل وترككم وذهب إلى بنين ولا إلى أي؟ إلى بنين. إلى بنين. الآن هولاند في زيارته لإفريقيا قال إن استقرار القارة السمراء كلها مرتبط بعودة الحياة إلى طبيعتها في جمهورية إفريقيا الوسطى. ما تأثير ما يحدث في إفريقيا الوسطى على باقي دول القارة، على اعتبار أنها بالفعل تقع في قلب القارة الإفريقية؟ اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، لكني قبل الفاصل أود أن أطلب من المشاهدين من ضعاف القلوب أو من الأطفال الصغار أن يغادرون ل5 دقائق، لأننا سنعرض فيلما مدته ربما 3 دقائق أو أقل عما يتعرض له المسلمون في آسيا الوسطى، وبه مشاهد ربما لا تحتمل من الصغار أو من ضعاف القلوب. بعد الفاصل مباشرة تابعوا بعض اللقطات التي صورت لبعض المجازر البشعة التي يرتكبها السيليكا بمعاونة في بعض الأحيان أنت بلكة ضد المسلمين، بمعاونة في بعض الأحيان من القوات الفرنسية أو صمت القوات الفرنسية على ما يحدث. فابقوا معنا.
هل مأساة التوتسي والهوتو يمكن أو هي تتكرر الآن في إفريقيا الوسطى ولكن بشكل آخر؟ بعد مشاهدة هذا الفيديو أود أن أتقدم بالشكر والعرفان لقناة الجزيرة وكل القائمين عليها بصفة عامة، ولشخصكم الكريم وبرنامج بلا حدود وكل العاملين فيه بصفة خاصة، حيث أنكم أتحتم للمسلمين بجمهورية أفريقيا الوسطى توصيل صوتهم وشرح قضيتهم عبر شخصي الضعيف. تلك القضية التي جيش المتآمر أو صانع الفتنة لها جيشا مزودا بأحدث التقنيات وأعلى المهارات، حتى استطاعت أن تظهر المجني عليه على أنه جاني، والمظلوم على أنه ظالم، والمقتول ظلما بأنه مجرم خطير وقاتل نال جزاء. ونحن في أفريقيا الوسطى في أمس الحاجة لمثل هذا المنبر، وأنتم في الجزيرة بذلك تثبتون بأنكم فعلا منبر من لا منبر له، لأننا لا منبر لنا. وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل الوسائل الإعلام الموضوعية المقروءة منها والمسموعة والمرئية أن تحذو حذو الجزيرة، وإذا تناولت هذه القضية أن تعرض الرأي والرأي المضاد حتى يحكم الناس فيما يحدث في أفريقيا الوسطى. عفوا للإطالة بخصوص هذا الموضوع. تفضل. هل ما يحدث أشبه ما يكون بما حدث قبل سنوات بين التوتسي والهوتو ولكن يأخذ ثوبا أو شكلا آخر الآن في إفريقيا الوسطى؟ هذا صحيح. إنما يحدث في أفريقيا الوسطى، ما حدث في رواندا أخذ شكلا قبليا، وما يحدث في أفريقيا الوسطى الآن يلبس ثوبا دينيا على أساس أنه صراع بين المسلمين والمسيحيين. ولكن حقيقة الأمر فلننظر، في رواندا كانت أيضا تلك القوات الفرنسية موجودة في رواندا أثناء ارتكاب هذه المجازر، في سنة 94 ولوموند الفرنسية أعدت تقريرا قالت إن الأمر شبيه بهذا ما حدث في قبل تدخل القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى. تخوفت وحذرت معظم المجلات والجرائد الفرنسية من التدخل الفرنسي. هؤلاء الفرنسيين كتاب فرنسيين يحذرون من التدخل الفرنسي. بعد ما تدخلت بدأت تتشدق بأن هناك إبادة جماعية قادمة وما إلى ذلك. الأمر والأدهى أن بداية الصراع بين أنتبالكا والسيليكا بدأ يوم 5 ديسمبر. نعم. الطائرة الفرنسية تأتي كل يوم أربعاء، أي 4 ديسمبر. نعم. لو لم يستغل الصحفيين الفرنسيين هذه الطيارة لفات الحدث دون أن يغطوه لمدة أسبوع. هذه الطائرة عندما قدمت إلى بانجي فقط مرة في الأسبوع وجدنا أنها جاءت بعدد من الصحفيين لدرجة أنه لا توجد غرفة فندق واحدة في بانجي. لماذا جاء هذا العدد قبل بدء المعركة بيوم؟ ماذا كانوا يغطون إن لم تحدث هذه المعركة يوم 5 ديسمبر؟ فكل هذه الشواهد تدل. ثم في أرض الواقع عندما بدأت القوات الفرنسية العمل في أرض الواقع شاهدنا كيف أنها تجرد المسلمين من أسلحتهم وتسلمهم فريسة للأنتبلكة. ثم أن قرار مجلس الأمن، ماذا يقول قرار مجلس الأمن؟ يقول أن القوات الأفريقية هي التي مسؤولة عن التدخل في أفريقيا الوسطى، وتأتي القوات الفرنسية داعمة لها. ماذا حدث على أرض الواقع؟ القوات الفرنسية هي التي تنفذ كل شيء، والقوات الأفريقية لا وجود لها. رغم أن الأفارقة 7000 جندي والفرنسيين 1400.
لا وجود له. هولندا أعلن أن في 9000 جندي أوروبي معظمهم من دول أوروبية، في 5 دول أوروبية سترسل جنود في شهر مارس هذا إلى إفريقيا الوسطى. ما مصلحة الدول الأوروبية في إرسال جنودها إلى إفريقيا الوسطى بمساعدة فرنسا وزيادة أعداد الجنود الفرنسيين أيضا؟ هل هو احتلال جديد لها؟ تعلم يا أخي العزيز أن أوروبا كلها تمر بأزمة اقتصادية خانقة. نعم. ومن ضمنهم فرنسا طبعا تمر بأزمة اقتصادية خانقة، فلا بد لهم من أن يجدوا منفذا يغطوا به العجز الاقتصادي هذا. قال أحد النواب البرلمان البلجيكي، وهذا مسجل وموجود على اليوتيوب، في مداخلة له قال لرئيس وزراء بلجيكا أن نحن نعرف لماذا تذهب فرنسا إلى أفريقيا الوسطى لمساعدة شركاتها لاستغلال ثروات تلك البلاد، فما مصلحتنا حتى نذهب. بلجيكا كانت قررت أن ترسل قوات ثم توقفت، حتى الآن لم تبدأ إرسال هذه القوات. نعم. الآن تصريحات هولند من أن عدم استقرار إفريقيا الوسطى يعني عدم استقرار إفريقيا، هل يمكن أن تكون هناك حرب شاملة في المنطقة؟ دول الجوار، هو الآن عندما تكون أفريقيا الوسطى بحكومة بلا أجهزة تنفيذية، بمعنى أنهم انتخبوا رئيسة وأصبحت رئيسة للبلاد، هذه الرئيسة عينوها لم تنتخب يعني؟ انتخبت من مجلس المؤقت. هذه الرئيسة ليس لها جيش ولا شرطة. الجيش كله الآن هو جيش السيليكا؟ جيش السيليكا هو القوات التي ذهبت إلى الشمال، الجيش الوطني اللي موجود الذي جاءت السيليكا وتغلبت عليه أصبح الآن جزء منه ذهب وانضم إلى الأنتبالكا، والجزء الآخر أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع. فالرئيسة لا جيش لها، لا شرطة لها، لا شرطة عسكرية، كيف تنفذ سياساتها على أرض الواقع في بلد لا أمن له؟ حتى الأنتبالكا قبض على جزء من الأنتبالكا ووضعوا في السجون، ذهبت الأنتبالكا واستخرجت مسجونيها من السجون مرتين، ثم المرة الثالثة فشلوا فيها. حتى السجون لا يوجد عندنا سجون، من يقتل يذهب سدى. هذه أفريقيا الوسطى. ففي ظروف كهذه أليست هذه مستنقعا ومسترتعا ينفع لكل المجرمين أن يذهبوا هناك ويتسببوا من هناك إلى عدم أمن في كل المنطقة، كل دول الجوار وأفريقيا؟ الآن في أسئلة كتير من المشاهدين بتسأل عن المساعدات، إذا في 1,000,000 مسلم الآن بهذا الوضع موجودين في تشاد وفي بعض الدول الأخرى. في بعض بيسألني بيقول لي هل في لاجئين وصلوا للسودان ولا فقط في تشاد لا، في تشاد والكاميرون. تشاد والكاميرون. ماذا عن المنظمات الإغاثية الإسلامية؟ هل هناك منظمات وصلت إلى هؤلاء؟ كيف يمكن للناس أن توصل مساعدات؟ حتى الآن لم نرى وجود لمنظمات إغاثية إسلامية أو عربية على أرض الواقع، ولكن من الآن فصاعدا نحن الآن لدينا كثير من اليتامى والأرامل السكلة والشيوخ الذين كان يعيش في بيت ثم فجأة خرج بما يلبسه عليه، وكان عنده تجارته ورزقه ومعيشته، كل ذلك نهب. أصبح لا يملك من حطام الدنيا شيء. كل هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة. لذلك نحن عبر قناة الجزيرة سنحاول أن نجد قناة للتعاون حتى يكون بالنسبة للنازحين في تشاد أن يكون بطريقة رسمية مع الحكومة التشادية، حتى يدخل في القنوات الرسمية للحكومة التشادية. بالنسبة للموجودين في أفريقيا الوسطى سيكونوا عن طريق حكومة أفريقيا الوسطى. سنرى أسلوبا للتعاون في هذا المجال. هل صحيح أن الرئيس بوزيزي كما يقول محمد زكريا هو قس في الأساس؟ هذا صحيح. بوزيزي ليس قس في الأساس، هو لواء الجنرال في الأساس، ولكن بعد ذلك أصبح قس لكنيسة أفريقية، أي هي مزج من الكنيسة والديانات الأفريقية، تسمى إجليس سيليست. يعني مزيج ما بين الديانات الوثنية والمسيحية. هل صحيح أنه هو الذي يوزع السواطير في البداية
في البداية، لأن إصابة ضد السواطير هذه بعد الإعلام، بعد وسائل الإعلام الغربية تقول أنها ولدت من أجل ظلم السلكة. هذا غير صحيح، لأنها أسست قبل أن تؤسس السلكة. الآن قل لي، ما هو واجب المسلمين ومن الذين يشاهدون كتير عشرات الأسئلة يقول ماذا يمكن أن نفعل؟ والله بالنسبة للمسلمين، أولا ما نطلبه منهم جميعا هو الدعاء لإخوانهم في أفريقيا الوسطى في كل المساجد. وهنا أغتنم هذه الفرصة لأشكر إمام الحرم المكي الذي توجه بالدعاء لنا في أفريقيا الوسطى. الدعاء هو يعني ألا نستهون بالدعاء، لأن الدعاء هو رجاء من الله الأكبر الأقوى الذي هو أقوى من كل قوى الأرض. هذا أول طلب نريده من كل المسلمين، أن يدعوا لنا بالثبات والنصر. ثاني أمر هو أن يحاولوا أن يساعدوننا في المجال الإنساني. في المجال الإنساني أن يحاولوا أن يمدوا يد العون، لأن المحجرين هؤلاء يعيشون في خيم، وأفريقيا الوسطى وأفريقيا عموما مناخ ممطر. فعندما يعيش الإنسان في خيمة ممطرة والأرض مبتلة محلة تكون حياته صعبة. يساعدوننا في الجانب الإنساني، هذا ما نريده. أنتم مأساتكم مأساة متميزة جدا، أنكم لم تكونوا فقراء ولا معدمين، وإنما أنتم أهل التجارة وأهل المال وأهل الثروة في إفريقيا الوسطى. الحرب كانت عليكم، وحينما ينتقل الآن الإنسان من حالة الرغد أو الستر إلى هذا الوضع الذي تقوله أن يعيش في خيمة نهبت كل ثروته ودمر بيته، فهذا أمر مأساته تكون مضاعفة كبيرة على الإنسان. هذا صحيح، لأننا لا نحارب بالقتل فقط. نحن نحارب بأساليب عدة. أولا القتل الجسدي، هذا نحارب به. ثانيا القتل النفسي، عندما يهدم مسجد، يمزق المصحف ويداس بالأقدام، بالنسبة للمسلم هذا تقتله نفسيا. ثالثا القتل الاقتصادي، لأن التهجير الممنهج يجعل الإنسان يخرج كما ولدته أمه، يبدأ حياة من جديد بدون أي مقومات. الآن وضعكم برضو يعني حتى الناس مش عارفة تتواصل معكم، كيف يتواصلون معكم؟ أنتوا لسه مأساة جديدة عمرها شهرين فقط، مليون بني آدم مرة واحدة، فكيف يتواصل الجهات الإغاثية واللجان الإغاثية الإسلامية وغيرها، كيف يمكن لها أن تتواصل وتبدأ المساعدات إذا أراد؟ هو هذا صحيح. نحن الآن بدأنا نضع آليات على الأرض، وسنقوم بالاتصال وسنقوم بالإعلان عن هذه الآليات، لأننا لم نكن نتوقع مثل هذه الكارثة. الكارثة فاجأتنا، فالآن بدأنا نفكر كيف نساعد المحجرين، وسنضع آليات لذلك، وسنخبر إخواننا في كل مكان كيف يتواصلون معنا. ما هو مستقبل إفريقيا الوسطى الآن في ظل هذا الوضع، وكيف تنظر إلى السيناريوهات التي ستحدث بها ووضع المسلمين؟ والله السيناريوهات هو الآن الخطة الممنهجة التي طبقت هي الهدف منها إخلاء أفريقيا الوسطى تماما من المسلمين، ألا يكون هناك مسلم تماما كما قال التقرير. إخلاء أفريقيا الوسطى تماما وبطريقة ممنهجة. من لم يخرج يقتل، فليس أمامه سوى الخروج أو الموت، بطريقة ممنهجة وبطريقة تبث الرعب. هل تتصور أننا مر علينا أيام في العاصمة بانجي إذا نمنا بالليل لا نتأكد، لا نعرف إذا كنا سنصبح أحياء؟ هذا ما عشناه، وهذا ما يعيشه إخواننا الآن في بعض المناطق في بانجي وفي القرى. لم تقل لي كيف تنظر للمستقبل؟ إيه السيناريوهات؟ هل سيحدث تقسيم؟ هل ستضطرون للحفاظ على الهوية أن تحتفظوا بالمناطق الشرقية والشمالية؟ كل المقترحات أو كل الإمكانيات متاحة. هو
أقول لك أن الخطة والممنهجة هو إخلاء أفريقيا الوسطى من كل المسلمين، ولكن نحن نقول عسى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا. هذا ما نقول. محمد سعيد إسماعيل، أحد وجهاء مسلمي إفريقيا الوسطى، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، آملين أن نكون قد قدمنا لكم صورة عن هذه المأساة الكبرى التي يعيشها مسلمو إفريقيا الوسطى. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.